الاهلي ضيع من ايده فوز كبير. الشوط الاول كان ممكن الشوط الاول يطلع 3-0 مثلا. ودايما يا هيما لما يبقى المنافس اللي قدامك زي ما يكون بيترنح اذا اجاز التعبير، لازم تضرب ضربتك. ماشي. لان تاني شوط مستحيل يكون بالوحشه اللي ظهر بيها في اول شوط، وده اللي حصل فعلا. تاني شوط الوداد صلح من اخطائه كتير جدا، قدر يطلع متعادل تاني شوط لانه استقبل هدف كهربا، ولكن سجل هدف يعني كانه متعادل. وبالعكس ان 2-1 بالنسبه له احسن ما كانت تطلع 1-0. السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم حناوي ميديا. كنتمنى أنكم تكونوا بخير الأصدقاء، نتمنى أنكم تكونوا في صحة جيدة وفي أفضل أحوالكم. الأصدقاء كيف ما شاهدتم أنا في الانترو، فيديو جديد أكيد اللي غادي نشوف اللي شفنا فيه التعليق ديال الإعلام المصري بخصوص المباراة اللي تقامت، يعني المباراة ديال الذهاب اللي جمعت ما بين النادي الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي في مصر. فأكيد الأصدقاء في هذا التعليق ديال الإعلام المصري هو كيقول بالحرف ولا بصريح العباره ولا كيقول بالخط العريض على انه منين كتشوف يعني الفريق ديال الخصم كترنح امامك، ففي ذات اللحظه خاصك تستغل يعني الفرصه وتضرب الضربه ديالك. فهنا شنو كيقصد بان النادي الاهلي المصري كان مسيطر يعني على الكره، وان الوداد الرياضي المغربي تلف بالاداء البطولي ولا الاداء الخرافي ولا الكبير ديال النادي الاهلي المصري. فهذا الشيء ما كاينش الاصدقاء. النادي الاهلي المصري اكيد انه كان كيسيطر على الكره بحكم ان الارضيه ارضيته، بحكم ان الجماهير جماهيره، بحكم ان المناخ هو مناخه. مولف كيلعب في هذا المناخ هذا، مولف كيلعب امام الجماهير المصريه، وان الجماهير المصريه اللي حجات بالاعداد غفيره يعني اللي جات تيبورتي الفريق ديال النادي الاهلي المصري. فاكيد هو كان عنده واحد الدور كبير يعني في التحكم وفي السيطره على المباراه وفي الاستحواذ على الكره. فاكيد الاصدقاء على ان النادي الاهلي المصري هو انه تاق في راسه بزاف، ماركا جوج الاهداف، حاول من بعد انه جوج ديك الاهداف يسترجع اللور، يدير التكتيك الدفاعي ديالو باش ما يتلقاش يعني شي هدف مباغت ولا يدير شي خطا اللي من خلاله تسجل شي هدف ديال الوداد الرياضي المغربي يعني في الشباك ديال الاهلي المصري. فاكيد انه استعمل من بعد ما ماركا جوج الاهداف رجع يعني الوراء ودار التكتيك الدفاعي ديالو. لكن من بعد مساله يعني الشوط الاول ولا الجوله الاولى من المباراه، من بعد تقريبا الدقيقه 60 ولا 70 انه يعني بقى كيزعم واحد شويه على النادي الوداد الرياضي المغربي، وانه بقى يعني كيستعمل استراتيجيه الهجوميه من اجل انه يزيد يطمع في التسجيل ديال المزيد والمزيد من الاهداف، على اعتبار ان جوج الاهداف هي يعني نتيجه ما مقنعاش، وبالتالي انه طمع يزيد يماركي يعني الهدف الثالث والرابع. لكن المفاجاه اللي ما كانش كيتوقعها النادي الاهلي المصري هو ان الوداد الرياضي المغربي في الدقيقه 85 يعني بعد دقيقتين من الدخول ديال اللاعب اللي سجل الهدف، انه غادي الوداد الرياضي المغربي غادي يباغت النادي الاهلي المصري وغادي يسجل هدف اللي ما كانش كيتوقعوا حتى شي واحد وما كان كيتوقعوا حتى شي واحد. فاكيد ان الهدف ديال الوداد الرياضي المغربي في الدور او في المباراه ديال الذهاب اللي جمعت ما بين الوداد الرياضي المغربي والاهلي المصري هو هدف ثمين، نقطة نفيسة جدا في مسار يعني طموحات الوداد الرياضي المغربي والهدف ديالو والطموحات ديالو والرغبة ديالو في الفوز بالدور يعني دوري أبطال إفريقيا يعني للمرة الرابعة. فهدف مفيد ونفيس وثمين للغاية أيها الأصدقاء. فالأصدقاء باش ما نطولش عليكم يعني نخليكم تشاهدوا الفيديو ونتلاقاو إن شاء الله في النهاية ديال الفيديو. الترحيب بحضراتكم مره ثانيه، اهلا وسهلا بكم في امسيه كرويه ممتعه مع ملوك التحليل مشرفينا ومنورينا الكباتن كابتن تامر بدوي. اهلا وسهلا بك يا صديقي العزيز. يا مساء الفل يا هيما، ايه الاخبار؟ كله تمام كله تمام الحمد لله. ملك الشياكه
افضحونا افضحونا، ما بيتبلش في بقهم ممدوح نصر الله قال لك ايه؟ قال لك اشيك واحد. اشيك واحد. انا قلت له يعني انت صوت غلط يا نجم. منور يا زيزو، حبيبي يا هيما، اخبارك ايه؟ اخبارك انت كله إيه؟ حلو؟ الحمد لله. يا رب دايما. كان ممكن نبقى احلى، كان ممكن نبقى احلى بس يعني يلا. طيب هاخد منكم عنوان، يعني يلا بينا. انت واخد تاني يا معلم؟ انت كنت فين؟ في الشمس والله، في التمرين. انت ماشي. واقف طول اليوم في الملعب. ظلمتك، افتكرتك في بيروت. لا ليه؟ لسه. الاهلي ضيع من ايده فوز كبير الشوط الاول. كان ممكن الشوط الاول يطلع 3-0 مثلا. ودايما يا هيما لما يبقى المنافس اللي قدامك زي ما يكون بيترنح، اذا اجاز التعبير، لازم تضرب ضربتك. ماشي. لان تاني شوط مستحيل يكون بالوحشه اللي ظهر بيها في اول شوط، وده اللي حصل فعلا. تاني شوط الوداد صلح من اخطائه كتير جدا. قدر يطلع متعادل تاني شوط، لانه استقبل هدف كهربا، ولكن سجل هدف، يعني كانه متعادل. وبالعكس ان 2-1 بالنسبه له احسن ما كانت تطلع 1-0. فالاهلي ضيع فوز كبير الشوط الاول بسبب القرارات الخاطئه، الرعونه، التصرف الغلط، والاهم من كل ده يا هيما الاستعجال من بدايه المباراه. لعيبه الاهلي وانا بتفرج حاسس ان هم مستعجلين، ان احنا عاوزين نحط هيفي سكور يطمنا قبل ما نروح هناك. عظيم. بس هو ده المفتاح. اتفضل يا زيزو. متهيألي هو ده المفتاح يعني. لان انا شفت تصرف غير اعتيادي من لعيبه الاهلي. قالوا مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي خاص بان اللعيبه مستعجله تجري لقدام، فنسيت الاساس بتاع اللعب بتاعنا ان احنا دايما تبقى خطوطنا قريبه. انا مستاء جدا من بدايه الشوط الثاني للاهلي، مش من نهايه المباراه، لا بدايه الشوط الثاني للاهلي. الشوط الاول كان حلو، حلاوه جدا، حلاوه جدا، مزيكا. والاهلي رافع الريتم ومصعب الامور على فريق الوداد لحد ما وصلت في هجمه من الهجمات انك بتشوط بتترد بتشوط تاني بتترد بتشوط ثالث، فانت عندك احساس عام ان الوداد هو شخصيا مش حاسس انه هيفلت خلاص. انما اللي حصل في الشوط الثاني انا مستاء منه جدا. انا متهيألي ان الاهلي رمى الماتش من ايده، او رمى النتيجه المطمئنه من ايده بحثا عن نتيجه اعلى. وهي دي الغلطه. واعتقد ان السبب في الموضوع كمان احساس اللعيبه بالفكره بتاعت ان الجمهور من ساعه ما ماتش سان داونز خلص، ان سان داونز خرج، ان البطوله بتاعت الاهلي، وانك لازم تحسم من القاهره 2-3، كانك ما بتتكلمش عن نهائي ولا عن منافس صعب. فبالتالي انا عايز افرجك بس على شويه صور كده تزعل من تصرفات لاعبي الاهلي فيها. يلا. ودي حاجه انا عايز ابتدي باللوم على لعيبه الاهلي، وبعدين هشيد بيهم وبشيد بكل في حاجات تانية عملوها. يلا. بس انا عايز ابتدي باللوم على لعيبه الاهلي. في الدقيقه 47 احنا بنبتدي الشوط. واحد كهربا واقف ملوش علاقه باللعب، اتنين حسين الشحات واقف ملوش علاقه باللعب، ما بيستعدوش ان في احتماليه لهجمه للوداد. ماشي. حلو، وده مش الاعتيادي بتاعهم. زادت الهجمه، بيرسي تاو اصلا مش معانا في المشهد. حلو، كمل اللعب وابتدى فريق الوداد يدور على متنفس. بيرسي تاو مش معانا في المشهد من اساسه، وحسين الشحات كمان اختفى. رجعنا وصلت الهجمه لحد المنطقه دي، بيرسي تاو وحسين الشحات مش معانا في الملعب. لا احنا في نهائي. ليه؟ لان الكره دي ببساطه انت اديت متنفس للوداد ان هو يرجع لورا بالكره، والراجل اللي المفترض بيرسي تاو يكون واقف في حضنه ومنعه من انه يلعب، هو اللي جات له الكوره عشان يعمل يحيى جبران بالظبط كده عشان نروح على المرمى. للمترجي وصلوا للست يارد. انت مش في اخر ماتش عشان تقول ارهاق. صح. ده بدايه الشوط. فاللي حصل هو احساس، لان انا متاكد لعيبه الاهلي ما تخاذلوش. هو اللي حصل ان لعيبه الاهلي واقفه قدام مستنيه تجيب الجون، فنسيت ان هي تحمي مرماها. تعال نبص على اللي وراها. واحد بيرسي تاو واقف مع ان الكوره في رجل لاعب الوداد. اتنين كهربا واقف. ثلاثه معلش ارجع الخطوه دي، علي معلول واقف. حسين الشحات باصص بره اللعب. حلو. طيب هل الكوره دي ارتدت بهجمه خطره على الاهلي؟ الكوره فضلت ماشيه لقدام، بس بص فجاه الشوارع اللي هتظهر ورا. كمل معايا المشهد، كمل كمل كمل. الراجل ما فيش حد في الناحيه دي. أيوة. فبالتالي عندهم متنفس، فانت اديتهم المتنفس فطلعوا لاخر اليمين. بيرسي تاو ما رجعش، فلما لعبوا الكره من اخر اليمين لاخر الشمال الراجل استلم الكره في مساحات واسعه جدا. ده في الدقيقه 54 انت ما كنتش مرهق. وعاوز اقول لك على تاكيدا على كلامك يا زيزو، لو رجعنا صورتين لورا يا هيما، يلا صورتين لورا يا شباب، على فكره الهجمه اللي قبليها كمان، بس ستيل يعني اللي قبليها كمان، بس
همشي ماشي للي بعديها. لما حط حلو قوي المساحه اللي فاضيه دي يا هيما، هيجي فيها ايوب العملود الباك رايت، اصلا كان بدا يتحرك اوريدي الباك ليفت يحيى عطيه الله، يعني في الهجمه دي عامل بدا كاس العالم، يعني كلنا عارفينه بقى. يعني يا هيما الشوط الاول وعملود ده لعيب جامد قوي سريع، وامبارح ايوب العملود وامبارح كان بيتكلم عمر وعماره يعني قالوا يا جماعه خدوا بالكم منه. يعني في الشوط الاول احنا ما شفناش باكين الاطراف تماما بتوع الوداد، لكن في اللعبه دي ادي يحيى عطيه الله، يحيى عطيه الله، وفي الصوره اللي بعديها جريهم بقى، وادي ايوب العملود الباك رايت في الصوره فيها الباكين اللي على الاطراف. ما كناش بنشوف الشوط الاول بالظبط، وما شفناش الوينجين بتوع الاهلي، ده اللي مزعل. لان زي ما قلت لك احنا في الدقيقه 54 يعني ما تعبناش ما ارهقناش ما فيش اي حاجه. ده تطلع زياده عن اللزوم. بالظبط كده، تطلع زياده ان نقطع الكوره ونبقى عاملين هجمه خطره عليهم. بالمناسبه الاهلي جاب جون فعلا، يعني من الفكره بتاعت ان الاهلي فضل قدام. الاهلي لو جبت الجول الثاني بتاعه هي جت من هنا، ان الاهلي الجول عندنا الجول الثاني يا جماعه الصوره بس بعد هات الجول الثاني بالمره نشوفه. بس في نفس الوقت انت في النهائي ما ينفعش تدي منافسك هديه وبعدين تقول اصل لو ما استفادش منها انا بقى. اللي صعبان عليا انا عمال بفتكر الكلام اللي احنا كنا عمالين نقوله كام يوم اللي فاتوا، ما يخشش في الجون. انا فاكر الكلام صح انت صح ما يخشش في الجون، اعمل اي نتيجه بس ما يخشش في الجون. انا فاكر حتى انت قلت لو حتى 0-0 مظبوط تبقى 0-0 بس ما يخشش في الجون. انا اللي مضايقني بقى ان هو جون وجون ملوش لازمه. صح، الكوره كانت في رجلك، كان من مرتين تلافيه. الكوره كانت في رجلك مرتين لعلي معلول. ده الجول بتاع الاهلي. بص، هو علشان الاهلي كان فعلا لعبته كلها قدام، فانت شايف ان اجري معايا بالصور على طول هتلاقي محمد هاني لما استلم بص لعيبه الاهلي عامله ازاي. فدي الحاجه اللي كانوا نفسهم فيها. بس ضريبتها ان انت سبت للوداد فرصه انه يعيش. الوداد خلص الشوط الاولاني حاسس ان مباراته صعبه جدا، برافو عليك، وحاسس انه مش قادر يتنفس. المشكله ان انت اديته الاحساس بتاع الحياه ده، فخليت المباراه في مصطلح المدربين كلهم عارفينه، وانا مبسوط ان كولر راح لحاجه زي كده. الماتش فتح، فلما الماتش فتح بقى رايح جاي خلاص. فانت فقدت سيطرتك على المباراه، فقدتها بايدك بس بسبب الاستعجال والصربعه انك تسجل الجون الثاني. ويا ريتك بعد الثاني بقى لميت الفرقه خلاص. لا، فضلت المساحات واسعه جدا بين لعيبه الاهلي، لدرجه انا كنت في الاول عمال اقول اكيد مارسيل كولر مش عاجبه ده. يمكن يعني شفاني شويه انه فعلا اتضح ان مارسيل كولر مش عاجبه ده. قال في المؤتمر صح. تيمو اتفضل. عاوز يا هيما ادخل على طول على الحالات، لان هاخد اخر كلمه نطقها عز مارسيل كولر. الراجل عمل اللي عليه زي ما بنقول كده بلغتنا البقى، ده العيب وازح. وصل لعيبه النادي الاهلي وفتت الخطوط بتاعه الوداد، ووصل لعيبه النادي الاهلي بصوره مرعبه. وهوري لك ان الجول الاول كمان كان بيطبخ على نار هاديه وليه بروفا. لكن ندخل على الاهلي اول شوط، دي الحالات بتاعتي. يلا باشا. عاوز اوري لك ان الاهلي ما استغلش الحاله الكارثيه اللي كان عليها الوداد والاسلوب بتاعه اللي هو كان بيشتغل بيه. هنا ديانج اللي معاه الكوره واللي كان بيشتغل بيحضر الهجمه، ديانج هيحط الهاني، بص هيروح فين. بص ديانج بقى على نفس مستوى الحكم، يعني حط الهاني وجري في العمق. هاني قام داخل في العمق مكان ديانج وباصص عليه، سلم ديانج تاني. اللي بعديها هاني حط لديانج، ديانج هيطلع لتاو اللي فارد الملعب مكان هاني. بس نقف لما ديانج حط الكوره لبيرسي تاو. بص هاني بدأ يجري وبيطلب الكوره وراه. انا عاوزك تبص الحاله الدفاعيه الكارثيه اللي كان عليها الوداد. بيرسي تاو اللي هو الوينجر رجع مكان محمد هاني. بص 3 اسود واقفين قدامه وسايبين، بص المساحه اللي في ظهرهم هتبقى عامله ازاي. 3 مع ال3 واقفين مش ماسكين حد، ولا حتى حد ضغط على بيرسي تاو اللي بيعمل الباص الطويل. محمد هاني، لا هرجع الصوره اللي قبلها، محمد هاني وحمدي فتحي في ظهر الناس، وديانج واخد. وده اخر خط كده؟ لا لسه، ما هتتعمل الطويله عند كهربا. الراجل زولا السنتر باك الكونغولي قطع لا قبل ما يقطع بقى براسه. بص المساحه اللي مع حمدي والمساحه اللي مع هاني قد ايه. الراجل فتت ومزع الدفاع بتاع الوداد. الكره نزلت من على راس زولا. بص حمدي فتحي عنده مقطع قوي. ما هقول لي بقى يبقى انا مقطع قوي. ده انا كنت هنزل بدماغي اروح شوط يا جدع. بلاش يا جدع بقى اشيله كله على بعضه. انا عارف يا هيما هي مغريه وانت مستنيها تنزل لحته معينه عشان تبدا تشوط. يا حمدي روح لها
لا لحظه يا شباب، يا حمدي يروح لها وحط الهاني حتى. يعني حط الهاني، لان هاني هو اللي عنده المدافع اللي واقع على الارض. بس هي مغريه اكتر جدا. انا عارف ان انت قدام الفريم، روح لها يعني روح لها وهات جول، لكن طبعا زي ما انت قلت استناها لغايه لما بالظبط. فكان يحيى جبران رجع ورد. ادي اول فرصه. لعيب كبير ابن اللذين. طبعا قائد طبعا يحيى جبران. اللي بعديها يا شباب نفس الموضوع، عطيه مروان عطيه بيحضر لديانج. بص ديانج هيحط كهربا سحب معاه لحظه يا شباب، نرجع للصوره اللي قبليها. سحب معاه زولا السنتر باك الكونغولي. بص ديانج هيروح في ظهر كهربا، نمشي. كهربا عمل بالعرض، بص ديانج رايح فين، حط لمين؟ حط لحسين اللي قدام الحكم، ريحها له. بص حسين، حط يا حسين لديانج. بص اولا لو هنا ما تزعلش مني يا هيما، في كلمه واقفه في زوري ومش عايز حد يزعل. ديانج كورته قليله مش طبعا يعني بصراحه، لان يعني كام كوره لو حطها صح اجوال يا جماعه. لا يعني ما ينفعش اللعيب في محترف في النادي الاهلي تبقى كورته كده، ما ينفعش لعيب محترف في النادي الاهلي يبقى فرقته بتطبخ الهجمه وتيجي هنا 3 شبه على 2 بيرسي تاو في ظهرك وكهربا على الارض تريح له على خط ال18 يحطها بشماله في البعيده ويبقى المنظر انهاء الهجمه كده. كمل الكوره ما تعرفش تستلمها تهطل منك وتمسك في راسك وتروح. لا في 100 ميزه صراحه كورته قليله هو جدا. بيلعب ادوار محتاجه ان كورته فيها تكون احسن. عنده ادوار بيجدها، بس انت عندك حق في الجزئيه كورته قليله. هي ما ينفعش كوره محمد عبد المنعم تبقى كورته اعلى من ديانج. ده سنتر باك وده راجل من المفترض انه بيلعب 8 من المفترض في ظل وجود مروان في المركز رقم 6. اللي بعديها يا شباب تاو ووراه ديانج. تاو هيعمل دريبل بالعرض. يلا يا شباب نمشي بالصوره اللي بعديها. رجع لديانج، هنمشي. حط المروان، نقل الهجمه هنا عند علي معلول وحسين اشتغلوا. بص لا ارجع يا شباب الصوره. بص تاو كان فين على الخط وبدا يدخل فين عند قوس ال18. علي معلول هيحط لحسين. لا يا شباب الكره هي اتحطت ماشي، هي اتحطت لحسين وحسين اتحطت لتاو اللي كان جاي من عند قوس ال18. في فريم ناقص بس بالظبط. لو لاطش هرجع ايوه برافو عليك وكده ظبط الصوره. حسين اتحطت له في العمق. لا باشا مع خبره برضه. طبعا في فريم ناقص يا باشا. بس انت شايف ده ثالث جول واحنا في النهائي. الراجل حطك، الراجل هرجع للصوره يا شباب بتاعت حسين. الراجل حطك 3 على 3 يعني 3 احمر على خط مستقيم اللي هو تاو واللي وراه ده كهربا واللي عامل عمق هجومي ده حمدي فتحي. علشان كده وان كان عز عنده بعض الملاحظات على حسين في الناحيه الدفاعيه، بس في الهجوم كان رهيب. صانع كتير رهيب. بصراحه حط دي في ظهر المدافعين لتاو. لو تاو لاطش هنا دي ممكن تقع عادي جدا من ايد الجول كيبر وتروح لكهربا او لحمدي فتحي، او اصلا ممكن هي تروح لوحدها جول. لكن كهربا تاو اتاخر شويه لغايه لما امين فرحان قفل معاه الزاويه وخبطت في ركبته ونجح ان هو يمنع تاو من التسجيل. ادخل بقى على بروفيت الجول عشان تعرف ان الراجل بيطبخ الكوره. كولر كولر. اساس الكوره ايه يا هيما؟ ان انا لازم افرد الملعب عن طريق الاطراف علشان اخلق مساحات في العمق عن طريق الوينجرز. حسين الشحات وتاو لازم يدخلوا في العمق الملعب. الاهلي بيحضر ومحمد عبد المنعم هو اللي بدا يعمل دريبل. قبل ما نبدا بالصوره اللي بعديها، تاو وحسين الشحات، وادي تاو دخل في العمق وبيرفع ايده علشان يطلب الكوره. ماشي. محمد عبد المنعم عمل دريبل. امشي بالصوره اللي بعديها. وصل لنص الملعب، عدى نص. بس بص مين اللي قدام الحكم؟ حسين الشحات حسين وتاو. الاثنين الوينجرز في عمق الملعب بيتحركوا ما بين الخطوط في مساحه كارثيه من دفاع الوداد. ما ينفعش يبقى فيها اثنين. يعني محمد عبد المنعم لو بطن رجله الشمال لتاو هيحطه في مواجهه واحد يوديه. لكن محمد عبد المنعم طمع دريبل كمان. حسين رجع. بص حسين بيقول له ما تلعب بقى. ما تلعب عمل دريبل. كمل يا شباب الصوره. عمل دريبل. بص وصل لغايه فين؟ خلى فرقه الوداد تضم. رجعنا تاني هنشتغل على نفس الفكره. رجع لحمدي. حمدي حطها في العمق لياسر. نقف عند ياسر. تاو حسين الشحات الاثنين في العمق لانه فارد الملعب بقى على الخط. محمد هاني وعلي معلول شبه فارد الملعب. ياسر ابراهيم. وكان محمد عبد المنعم بعد ما عمل دريبل هيبدا يرجع واللي كان مأمن ظهره. انا مبسوط من اللي بيحصل يا تامر. انت اتطورت قوي لدرجه ان انت ما بقتش بتسالنا ده مين صح؟ ايه رايك؟ اقسم بالله انت بقيت بتقول ده تاو بيقول لوحده من غير ما يسال. انا سعيد يا جماعه. اتفضل يا بيه. ادي ديانج حطها لتاو. تاو هيطلع لبره عشان يخلق مساحه
وبعدين رجع لورا. بص هنا بقى دي لعبه الجول. تاو بيبص لمين؟ لحسين الشحات. انت مش بتقول لي ما بسالكش؟ طب تعالى بقى اسالك. تاو باصص لمين؟ لحسين الشحات اللي هنا. ماشي. علشان الاهلي بيطبخ الجول. الكوره مع ياسر. يلا ده عنوان الجول يا جماعه، كيف طبخ الاهلي الهدف بصوت تامر بدوي. يلا. من ديانج لحسين الشحات على الارض ما بين الاثنين السود اللي لابسين اسود طبعا يعني، وحسين 1 2 هيعملها مع حمدي بس هيروح لا ارجع يا شباب ارجع. هو اللي ضاغط عليه وملتزم بيه ايوب العملود الباك رايت، هيلعبها لحمدي ويعمل ترن يروح في ظهر العملود. هيحط الحمدي، حمدي هيحطها له بوش رجله لانه عمل ترن في المساحه طولت بس كانت تروح طولت شويه. برافو عليك. حطها طولت منه. بص تاو جاي منين من غير متراقب، هو وهاني جايين غير متراقبين. بس شفت بقى، شوف اقف هنا اقف هنا، شايف بص حلوه قوي طبعا. بص حسين الشحات طبعا مضغوط عليه باثنين وعلى الجول لاين ويعملها كده غاليه قوي طبعا. ليها ثمن بقى يعني، تقلك كده. بص الاثنين وارتفاع الكروس معمول نموذج عظمه يعني بصراحه. لان حسين الشحات لازم نديله حقه هيما، لان كان في الدور الاول تم انتقاده بصوره كبيره جدا. تحول هو كمان واثق من نفسه قوي دلوقتي جدا، فلازم نشيد بيه. عمال يغربل في اللعيبه بتاعه الوداد في كذا بس في واحده زودها شويه، كان وسط 4. معلش يعني مقبول شويه طالما عنده اسيستات يعني، وطالما عنده اداء يعني. هو اللي صنع الاثنين يا هيما. هو اللي صنع ديل تاو، وهو اللي صنع الثاني لكهربا. ماشي كمل. فعمل الكروس على راس تاو ما طلعش حتى من على الارض من كتر ما الكروس مظبوط على راسه. واذا الاهلي سجل، لكن سجل في الدقيقه كام؟ بص كده على التايمر في الدقيقه 49. شكرا. يعني في اخر لعبه في الشوط الاول. كل الفرص اللي فاتت دي ضيعتوها ليه؟ صح عندك حق. لا ده الشغل حلو والشغل شغال والتفاصيل حلوه والدنيا ممتعه. خلينا نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلام. اتفضل يا زيزو. طيب طبعا برضو في نقطه مهمه، ان برغم البدايه اللي قلت لك عليها والانتقاد اللي قلت لك عليه للعيبه، بس انا واثق فيهم جدا لماتش العوده. مش لسبب بس، لان شفت في مباراه الذهاب قوه بدنيه، رتم عالي، شفت من لعيبه الاهلي اصرار وتركيز كويس جدا، وشفت كمان تاكتكس كويس قوي. فبالتالي انا عندي ثقه شويه ان هم هيقدروا ان شاء الله في مباراه الاياب يعملوا مباراه كبيره جدا. وبغض النظر عن الفوز او الخساره، هو دايما الحسبه بتاعه الجمهور مع اللعيبه ومع الانديه، الاحساس العام بتاع انك لو حاربت عشاني انا بحارب عشانك، واحنا كلنا بنبقى راضيين بشكل عام. ممكن نزعل جدا من النتيجه، لكن في النهايه المشروع يستمر. فبالتالي حتى لو لا قدر الله حصل اي حاجه، انا لازلت واثق في مارسيل كولر لان عجبني الشغل بتاعه. تعال افرجك على الشغل اللي عمله. النقطه اللي انت اتكلمت فيها دي مهمه، يعني في فكره انه ايا ما يكون الراجل اجاد يعني جدا وحقيقي فعلا يعني الشغل بتاعه كويس جدا، قياسا حتى بالتكتكس اللي عمل الوداد. لان في نقطه مهمه انت قلتها في الانترو، وفاكر كنا قلناها من كام سنه، كنت بتقولها احنا ما بنلعبش كراسي. يعني فانت لازم تتفرج. انت ما بتلعبش كراسي، انت لازم تكون مستوعب ان المنافسين اقوياء، عندهم تاريخ. مدربهم بتاع السنه اللي فاتت خد رابع عالم، فهم اللعيبه دي متاسسه كويس. في 6 لعيبه منهم لعبوا النهائي اللي فات. يحيى جبران ده احنا من كتر ما اتكلمنا عليه في البرنامج هنا، ده موجود معانا من ساعه ما طلعت. محفوظ الاسم. صح فاهم. انت بتتكلم على لعيبه تقيله كويسه جدا برضو. يحيى عطيه الله عامل اسيست في كاس العالم. انت ما بتتكلمش عن فريق قليل. فلما تظهر فريق قليل بشكل كويس، بشكل اقل من مستواهم الطبيعي، زي ما تامر شرح في الفقره اللي فاتت وجاب لك 4 فرص في الشوط الاولاني، تظهر فريق كبير بشكل اقل من مستواه. بالظبط كده. انا قلت حاجه غلط؟ تظهر فريق قليل. اوكي. تظهر فريق كبير بشكل قليل، ده معناها ان انت عملت شغل كويس. تعال نشرح هما بيعملوا ايه، وتعال نبص هو اتصرف معاهم ازاي. في بدايه المباراه اعتقد ان مش ده الكليب اللي احنا عايزينه. اللي هو انهي واحد هو ده. اعتقد ان لا شغل كده بابلي، شغل معايا. طيب اعتقد ان هو اللي شرحه تامر اللي خاص بيه الطريقه اللي بيهاجم بيها الاهلي. مهم جدا ان احنا نبص عليه. تعالى ارجع كده معايا بقى بالصور من الاول، وتعالى نبص سوا على الشكل. نعم ده الشوط الثاني. لا ده انا عايز الشوط الاولاني يا بيبو. انا عايز الشوط الاولاني. دي في الدقيقه 85 لان محمد عبد المنعم اتجاهه ايوه
ده كده ده الشوط الثاني كله يا شباب. بالظبط كده. صح كده ولا ايه؟ دي لعبه الجول. ده لعبه الجول. انا عايز بس اللي هو الوداد كان بيعمل ايه، انا كاتبها لك. الوداد كان بيعمل ايه، فالاهلي هيعمل ايه على اللي عمله. اتعب معانا شويه. معلش يا بابلي. ارجع شويه بظهرك خطوتين لورا يا ابني، الله يوسع عليك. بابلي ايوه بالظبط كده. في بدايه الماتش زي اي منافس في الدنيا انت عارف انه هيعمل ايه. هتتكلم على دي عشان هتكلم على علاجها تاني شوط. حلو. الاهلي دايما بيقابل مين؟ ان مروان عطيه بيتمسك. هو احنا بدلنا ولا ايه؟ انا اللي بسال. مروان عطيه ممسوك من المان بتاعه ايمن حسوني هو اللي مراقبه على بالظبط كده علشان يمنع الاهلي من انه يبني اللعب. شايف المهاجمين بتوع الوداد راجعين قوي ورا، فهم من الاول احنا مش هنحط ضغط على لعيبه الاهلي، احنا هنخلي مساحاتنا قريبه جدا، هنلعب في مساحات قريبه جدا. الصوره اللي بعدها، فالاهلي ابتدى يحاول يفكر هيعمل ايه، لان زي ما انت شايف كده الخطوط قريبه جدا من بعض بتاعت لعيبه الوداد، وده صعب على الاهلي فكره انه يطلع بالكوره كويس. كيف ما شاهدتم معنا الاصدقاء، يعني كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم الاصدقاء. فيديو اكيد اللي شفنا فيه التعليق ديال الاعلام المصري على المباراه ديال الذهاب اللي جمعت ما بين الوداد الرياضي المغربي والنادي الاهلي المصري في التيران ولا في الدوله ديال مصر. فاكيد الاصدقاء على ان النادي الاهلي المصري تفوق على المباراه، يعني في الارض ديال في الذهاب تفوق على الوداد الرياضي المغربي بجوج ديال الاهداف، يعني الهدف واحد في المقابل ديال الهدف واحد. الهدف ديال الوداد الرياضي المغربي اللي جاب بواحد الطريقه مباغته، ما كان ضرب له حتى شي واحد الحساب، ماركا الهدف في الدقيقه 85. اكيد هذا الهدف هو اللي ما كان كيتوقعوا حتى شي واحد، حتى واحد ما كان ضرب ليه حساب. ف الوداد الرياضي المغربي بهذا الهدف غادي يكون صدم، يعني كل الناس اللي كانت كتوقع الفوز ديال الوداد ديال النادي الاهلي المصري. فاكيد على ان الوداد الرياضي المغربي يعني هو كيطمح باش انه يفوز يعني باللقب. فجوج الواحد هو نتيجه مهمه جدا للوداد الرياضي المغربي اثناء المباراه ديال العوده، المباراه ديال الاياب اللي غادي تقام في الدنور ديال كازا. فاكيد ان يعني كل الظروف غادي تكون مواتيه للوداد الرياضي المغربي باش انه يربح، يعني يحسم اللقب في صالح، يعني يحسم اللقب لصالحه، وانه يتوج للمره الرابعه بالدوري ديال ابطال افريقيا. اكيد الاصدقاء على ان النقطه ديال انه غادي يلعب الاياب في كازا ورابح وماركي هدف في الذهاب في مصر. فمزيان رائع جدا الاصدقاء. علاش؟ لانه يعني جوج ديال الواحد ماشي هي جوج الزيرو. علاش؟ لانه ربما الوداد الرياضي المغربي بديك الهدف هو غادي يكون يستشرف يعني واحد النتيجه اللي زوينه في الدنور ديال كازا. غادي يلعب في الدنور ديال كازا الاصدقاء في المناخ ديالو، في الطبيعه ديالو، امام غادي تسيبورتا من طرف يعني جماهير غفيره اللي غادي تسيبورتي الوداد الرياضي المغربي في المباراه ديال الاياب، في المباراه ديال العوده. فاكيد الاصدقاء ان الوداد الرياضي المغربي عنده واحد الامكانيه وعنده واحد البورسونتاج اللي كبيره بزاف باش انه يتفوق على النادي الاهلي المصري، يعني من بعد ما مارك الهدف في المباراه ديال الذهاب. فاكيد الاصدقاء نتمناو يعني كل التوفيق. فاكيد الوداد الرياضي المغربي في حاله ما انتصر في المباراه وتوج باللقب فغادي يكون اللقب الرابع، توج باللقب يعني للمره الرابعه، يعني من بعد ما انتصر، من بعد ما توج به في 1992 في 2017 كذلك في 2001 يعني السنه اللي فاتت 2022. فهذا اللقب ان شاء الله نتمناو انه يكون يعني اللقب ديال الوداد واللقب مغربي 100%. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم الاصدقاء. نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تخلوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات، فعلوا زر الجرس باش انه يوصلكم كل المستجدات اللي كتعلق بالاخبار ديال المغرب، لا على المستوى الرياضي ولا على المستوى السياسي. فتهلاو في راسكم الاصدقاء، نلتقي في فيديو اخر بموضوع اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.